يا ام ايمن انت هتتغدى معايا النهارده؟ عندي اكل كتير فوق يا ام احمد والنبي. لا والله لازم تتغدى معايا النهارده. خلاص عشان خاطرك. يا ندى يا ندى، ايوه نعم يا ماما. خد الدولار دي يا ندى عشان تعمل لنا بيتزايه لخالتك ام ايمن هتتغدى معانا. ايه ده؟ هو ده هيكفي؟ ايوه هكفي. كفي ازاي ده؟ انا مش عارفه. ايه ده يا بنتي بتكلمي نفسك ولا ايه؟ جيت لي في وقتك، ورقه وقلم يا حلو وخشي لي بالمقادير. هات ورقتك وقلمك واكتب على جراحك وقلمك. نحط الطاسه على النار، ارفع عليها النار عشان تجي لها سخونيه وتجيب لها البوصه للسخونيه تنزلها. بص يا سيد الفاضل، هنجيب حته سمنه صغيره. ليه بقى؟ عشان الفرعون الكبير الصغير ما بيحبش السمنه الكتير. جه عيش عادي من اي فرن، هتجيب الرغيف بجنيه وربع عشان انت مش معاك بطاقه. ماشي بجنيه وربع. هنفتحوه كده. بصوا يا حبايبي شايفين؟ ونحطوه على السمنه، هنسيبه يسخن هبابه. امسك كده، هنجيب بيضه ايوه. هنفقشها في دماغك وننزل بيها في البول. ليه كده اشطر كتكوت؟ ده هتبقى بنكهه الفرعون الكبير الصغير، بيتزا بنكهه الفرعون الكبير الصغير. هنحط رشه فلفل اسمر، هنحط رشه ايه؟ ملح عشان يبقى عيش وملح. هنجيب بقى بالشوكه ونغطهم ايه؟ اديله ادي اديله ادي اديله ادي واديله ادي اديله ادي اديله ادي واديله ادي اديله ادي اديله ادي واديله لحد ما ياخد على عينيه بالشكل اللي انت شايفه دي. ودي بص بقى يا سيد الفاضل، اسرع واسهل بيتزا ممكن تعملها في حياتك. احنا نسمي العشوه ديت ايه؟ جوع اخر الليل. بيتزا الغلابه. ونقول بسم الله، نفتحه استنى بقى دايره كده وننزل بقى نصب مصب الفعل في البتاع هنا اهو. نفردهم واحده واحده خط العتب، مشاري بقى الغرب وغرب الشرق وكل الاتجاهات لحد ما الرغيف كله يبقى فيه ايه؟ بيض. معانا طماطم متقطعه شرنطه، وناخد شرنطه شرنطه ونحطه في الرغيف ونقول واحد بسم الله في كل الاتجاهات. دخل دخل فلفل اخضر اصفر احمر ولا اشاره المرور حتى. هناخد شويه ونطورهم في قلبها كده نطور. الله عليك. وده بقى المكون الرئيسي والاساسي في البيتزا بتاعتنا. حته بسطرمه على قدنا دوق. الله طعمها جميل، طعمها تحفه بجد. هنحط بقى نفس الموضوع. اسمها ايه؟ بسطرمه. بسطرمه. ده انا عندي زهايمر، انا عايزه نتعالج. فاره فرصه. ومعانا زيتون مخلي من الدهون، كام حته زيتونه القلب الرغيف. صلي على الحبيب قلبك كتير صلى الله عليه وسلم. حبه جبنه تركي مشبورين ونرشرش رشريش برضو فيها من جوه كده من تركيا على الرغيف على طول. وشويه جبنه موتزاريلا كانوا مركونين في التلاجة هنحطهم. تمام. نزل بقى كده الطبق اللي فوق كده اهو واضغط ضغطه كده اهو. عايزين نشوف الرغيف من تحت ابتدى يتحمص، هنقلبوه قلبه صغيره على الناحيه التانيه عشان الجبنه تسيح. بص حته السمنه دي هنعملها كده هنا ونقلب كده اهو ونقول بسم الله. استنى بقى نوريهم الشكل. بصوا بقى حلوين، بصوا ايه العظمه دي يا اخواتي؟ نهدوا بقى النار هباب عشان الجبنه تسيح. وهنا بقى وصلنا لاخر المطاف والبيتزا الاولى بتاعتنا خلصت. نجيب طبقنا الجميل كده ونحطوه فيها. تعالوا شوفوا قبل مننا. الله الله، شمين الدخان. بسم الله بسم الله، احلى كلام اتعلمناه. ايش هذا الجمال يا جدعان؟ قبل ما ناكل قبل ما نشرب لازم كلمه بسم الله. ونقولوا بسم الله. والله في كرشك يا بنت خالتي، في كرشك حته بيتزا بقى تستاهل حنكك الجميل والله. بصوا المطه بصوا المطه. وكل ده بقى بالدولار واحد. شغلت دماغي وعملت لهم بيتزا عاديه واقتصاديه. وجربوا بقى الفكره دي والله هتعجبكم جدا، مش هتندموا صدقوني. انا هسيبكم عشان ناكل. يلا ما تنسوش لايك وكومنت وشير. واتمنوا لنا من قلبكم الخير. سلام عليكم.